ما تيجي اقول لكم عملنا الجمال ده ازاي وايه ده اصلا. بس قبل ما نبدا الفيديو حلفتك بالله تصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب كل اللي تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام وتحط لايك ربنا يحقق لها كل اللي هي بتتمناه وتزور بيت الله الحرام. ويا صباح الهنا والسعاده. حقيقي وشي منكم في الارض. انا مقصره معاكم جدا. قلت لكم ان امبارح في التعليقات اجازه وهطلع معاكم وهعمل لكم فيديوهات. بس والله العظيم حصل لي ظرف طارئ وكنت لحد مثلا الساعه 5 تقريبا بره البيت. الحمد لله والشكر ليك يا رب يعني على كل نعمة. المهم ان انا ما قدرتش خالص اصور امبارح. فطلعت النهارده علشان اعمل معاكم حته اكله خطيره. بصوا انا زهقت وكلنا اكيد زهقنا من التفكير في الاكل ومش لاقيين افكار. النهارده هعمل لكم اكله مختلفه خالص. عملتها معاكم في 2022 هحط لكم الصوره هنا. فتة بتنجان. والله العظيم يا جماعه مختلفه عن اي حاجه كلتوها تاني. اكله جديده. فكره حلوه. لذيذه جدا. انا فاكره طعمها لحد دلوقتي انا ما عملتهاش من سنه 2022. افتكرتها وانا عماله اقلب في دماغي على افكار الاكل. فاول حاجه عملتها عملت سلقت حمص. تمام نقعته من امبارح طبعا عشان يبقى طري. وقمت الصبح شطفته شطفه حلوه وسلقته. انا بسلق كميه كبيره. دايما المتابعين عارف كده. في اي حاجه بعملها بعمل كميه اكتر من المفروض ان انا هاخدها. عشان بعد كده اشيل الباقي في الفريزر ويبقى عندي حاجات جاهزه في الفريزر تنفعني في الايام اللي زي كده. هنعمل بقى الخلطه. اجيب كده بوله. هحط فيها 3 كوبايات زبادي. انا بحب قوي زبادي البلدي. حطوا الزبادي اللي انتوا عايزينها. اول حاجه بعملها ان انا باكل الوش. ده اساسي ده اساسي. باكل الوش بتاع الزبادي البلدي. انا هعمل 3 زبادي عشان انا عامله اكتر من كيلو بتنجان. ودي التانية. حطوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها حسب. واساسا الخلطه دي بتبقى جميله جدا يعني ممكن تاكلوها اصلا كده. فاهمين؟ ايه تاني بقى غير الزبادي؟ كوبايه طحينه. طحينه تكون طبيعيه طبعا سمسم. دي انا عاملاها في البيت تقدري تجيبيها من مكان موثوق فيه لو انت ما عندكيش وقت تعمليها في البيت مع انها ما بتاخدش وقت خالص يعني. اهو. هقلب بقى الاتنين كده مع بعض كويس جدا. احط بقى التوابل. التوابل اللي عندك لو ملح وكمون بس هيقضي الغرض. انا هحط شويه بابريكا مدخنه بحب طعمها. وهحط شويه ملح وكمون. وشويه فلفل. ادي شويه فلفل اهو. كمون طبعا اساس. احط شويه ملح عشان املح. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه واحط عليهم كمان ليمون. احط ليمون كده عشان اقلب مره واحده. انا احط 3 ليمونات. حطي بقى برضو الليمون حسب الرغبه. حطيت كده 3 ليمونات. نضرب بقى الخليط ده كله كده مع بعض لحد ما يتجانس كله. خلاص كده بصوا بقى. والله العظيم طعمها خطير خطير خطير. كده خلاص جهزت الخلطه. وكمان جهزت الحمص زي ما قلت لكم. هقطع بقى شويه بقدونس. تمام. انا بحب لما اجي اعمل اي اكله احب حاجتها كلها كده تبقى موجوده الاول. هعمل ايه دلوقتي؟ هقطع العيش. انا بحب دايما العيش بتاع اي فته يكون من العيش الشامي ده طبعا مش صحي وكل حاجه. ولكن يعني ده بيبقى طعمه احلى في الفته. اعملوا العيش اللي يريحكم بقى. قطعت اهو. وكمان هقطع البتنجان مكعبات هقليهم في الزيت وهاجي لكم اقول لكم هنعمل ايه. خلاص حمرت العيش اهو. والبتنجان بيتحمر على النار. وكمان حطيت الحله اللي انا سلقت فيها الحمص. هعمل بقى فيها الصلصه بتاعه الفته. طلعت هنا الثوم اللي انا مفرزاه. الثوم طبعا حسب الرغبه. هحط حوالي 3 كده كبار 3 مكعبات كبار. يعني ممكن تقولوا حوالي 10 فصوص كبار ثوم. هحطهم كده يتشوحوا في الزيت. وبعد كده بقى هنزل عليهم بالخل. وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم المضروبه في الخلاط واحط التوابل بتاعتي. كده خلاص كل حاجه جهزت. تعالوا بقى نرص الصينيه بتاعتنا الحلوه دي. بس خلي بالكم احنا بعد ما نرصها هناكل على طول مش هندخلها الفرن. احنا هنحط خلطه فيها زبادي. لو دخلتوها الفرن الزبادي هتفصل. فكده كل حاجه مستويه. احنا يا دوبك هنرص وناكل على طول. هنسمي الله بقى. اول حاجه هنحطها العيش. هنسيب شويه كده من فوق للتزيين. بعد ما رصيت العيش بقى نروح حاطين بقى صلصه من الصلصه الجميله بتاعتنا اللي احنا عملناها اللي هي مليانه توم دي وخل. اهو. الصلصه دي بقى انا حطيت عليها كمون وكزبره
وحطيت عليها شويه بابريكا مدخنه وشويه فلفل اسود. طبعا حطوا عليها اللي انتوا عايزينه، واهم حاجه الملح والكمون. شويه بتنجان. بعد كده اروح حاطه بقى الحمص بتاعنا. الله الله بقى على الروايح بقى الجميله. بعد كده اروح حاطه صلصه. احط بقيه البتنجان كده. اروح حاطه بقى شويه حمص. هجيب بقى الخليط بتاعي بتاع الزبادي والطحينه اللي انا عملته وهفرده بقى على الوش. نيجي بقى لمرحله التزيين. التزيين دي بقى براحتكم، حسب ايه ذوقكم. انا بعمله كده. شوفوا لي بقى الجمال والحلاوه والعسل، وعايزه اقول لكم طعمها خطير والله العظيم، هتعجبكم جدا جدا انا متاكده. بصوا بقى، بصوا بقى شكل الصينيه من هنا خطيره. طبعا يستحسن ان انتوا تعملوها في صينيه بايركس كده عشان يبان الجمال ده. العين بتاكل طبعا قبل البطن زي ما احنا عارفين. اعمليها بقى في صينيه عاديه لو مش عندك بايركس عادي جدا، ولكن بصوا بقى الجمال والحلاوه.